خلص رمضان، الحمد لله رب العالمين. وكل اللي بيتكلم على المسلسلات. ايه احسن مسلسل، وايه اجمد مسلسل، واللي جاب اعلى مشاهدة طيب هو احسن مسلسل عمل لنا ايه، واعلى مشاهدة ده عمل لنا ايه؟ يعني ايه اللي احنا استفدناه؟ ايه الحاجة اللي فرقت مع اخلاقنا؟ مش هتلاقي. المسلسلات بتتكلم عن اغلبها بلطجة، ثم بلطجة، ثم بلطجة وأساليب سوقية ولغة مش كويسة. أدي اللي احنا خدناه. لكن إن احنا نيجي نتفرج أو نشوف حاجة بتدينا قيم، بتقوي، بترجع لنا تقاليدنا تاني، لا مفيش الكلام ده. يا جدعان اللي احنا فيه ده يعني في حد ذاته، في اللي احنا بنسميها مسلسلات رمضان، مع الأسف يعني ملهاش مسمى غير إن هي بتساهم في نشر، هقول إيه، بلطجة، تدمير قيم. جايبه لنا اغلب الناس مفيش اخلاق، مفيش تقاليد، مفيش عادات، مفيش دين. يعني مش عايزين نتكلم نقول تمثيليات في حد ذاتها مش كويسه، لكن معلش يعني احنا بنتفرج على تمثيليه زي مثلا يعني الاول هناخد كده برنامج زي برنامج رامز. جايب واحد ما يعرفش في الدنيا غير المسخره على خلق الله، التريقه. يعني ربنا سبحانه وتعالى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، هو مسك الآية دي ضرب بيها عرض الحائط، وكل شغل سخرية وتريقة على اللي بيجيبهم. وطبعا اللي بيجيبهم بيوافقوا هياخدوا فلوس، مع اني طبعا هو بيكسب فلوس وما بيكسبوا فلوس، لكن اللي احنا بناخده كمشاهدين والاطفال اللي بتتعلم منه ان هي تعمل مقالب في بعضها، والناس اللي بتعمل مقالب في بعضها، لا ده بيتعلموا منه شيء سيء. يعني ان انت تيجي تلاقي مردود ده ايه؟ مردود ده طبعا مردود غير اخلاقي تماما. يعني برنامج بالنسبة للاخلاق زيرو، بالنسبة لعادات وتقاليد زيرو، برنامج خالي من اي قيم، ما تستفيدش منه حاجة غير تريقة على خلق الله. طب ده ايه؟ واحد بيتكلم على اللي بيستضيفهم باساليب فيها كلها سخرية. ده مثال اهو البرنامج يعني، ولو حبيت تحكي عنه تحكي عنه كتير. تمثيليات كتير. ممكن في تمثيلية بتيجي بعد رامز اللي هي تمثيلية العتاولة، ده مثال. جايبة ناس ما تعرفش حاجة في الدنيا غير مصلحتها، ازاي تسرق وازاي تنصب وازاي تضرب وازاي تهاجم وازاي. يعني برضو موضوع خالي عن انه هو يعني اللي كتب السيناريو بتاعه ما حطش فيه حاجة عدلة تقوي عندنا اي وازع اخلاقي او ديني او الكلام ده. وخد بقى كذا مثال على الحاجات ديت. يعني مع الأسف اللي يتكلم يقول لك أفضل مسلسل وأحلى مسلسل، طب من ناحية إيه؟ من ناحية نشر البلطجة ونشر قلة الأدب، وإن أنتوا بتطلعوا لنا نماذج قمة في السفالة الناس تتعلم منها إيه؟ يعني الله يرحم أيام زمان لما كنا ممكن نلاقي تمثيلية بتطلع لنا ناس محترمة بتدافع عن عادات وبتدافع عن تقاليد وبتدافع عن قيم وأخلاق. فين الكلام ده؟ يعني اللي احنا نقدر نقوله دلوقتي في اللي بيتكلم على احلى مسلسل، في احسن مسلسل في نشر السفالة، ماشي ما اختلفناش. ادي بقى تقييمات لمسلسل واثنين وثلاثة بيساهموا في تدمير ما تبقى من الاخلاق والقيم. ولو انت حبيت تدور هتلاقي مسلسل واثنين وثلاثة واربعة فعلا بيساهموا في التدمير ده بشكل جذري. فيا ريت يا جماعة، يعني اللي يتكلم بدل ما يقول لا يقول افضل مسلسل في تدمير الأخلاق، في الإنهاء على ما تبقى من قيم وعادات وتقاليد، ماشي. وساعتها احنا نقول لكم انتوا كده 10/10 لما تحطوا للمسلسلات دي تصنيف صح. حطوا بعد إذنكم تصنيف صح للمسلسلات، مسلسلات هدم ما تبقى من قيم في المجتمع المصري، وساعتها يبقى احنا كلنا معاكم وكلنا بنشارك في التصنيف ده،
ونقول إن في عندنا مسلسل روتين وثلاثة ياخدوا التصنيف رقم 1 في هدم الأخلاق والتقاليد والعادات والقيم